مهم جدا ان احنا نكون واخدين بالنا ان محتاج على قد ما تقدر تبقى مركز في ورقتك. يعني ايه؟ العالم اللي حوالينا دلوقتي بقى مفتوح، وبقى عندنا حاجه زي لينكد ان، بنشوف الناس اللي حوالينا كل يوم. عندنا ناس بتاخد سيرتيفيكتس، بتتعلم حاجات جديده، بتترقى في شغلها، بتروح شركه جديده، تتنقل لريجن تانية غير اللي هم شغالين فيها. اللي شغال في مصر بيسافر بره مصر، واللي في مصر راح السعوديه، واللي راح يوروب، واللي راح امريكا، واللي عمل سيرتيفيكت في هارفارد، وعمل MBA في اوكسفورد، والحاجات دي كلها. هو ده الهدف الاساسي من انت يكون عندك كوتش ومنتور في حياتك، ان هم يخلوك دايما باصص على راس السهم بتاعتك. انت واقف فين النهارده، عايز تروح فين بكره، بعيدا عن اللي حواليك، سواء هم نجحوا ما نجحوش، ترقوا كبروا ما كبروش. الحاجات دي كلها انت مالكش دعوه بيهم خالص، لان انت عارف الديستنيشن بتاعتك انت. ولو تفتكروا المثال اللي احنا قلناه قبل كده بتاع الكشافات العربيه، انت عندك دايركشن بالساينز اللي انت بتقولك انت هتتحرك من الحته ديت على الحته دي وهكذا. فمحتاج ان انت تكون مركز بشكل كبير جدا على الساينس ديت، الدايركشن والديستنيشن اللي انت رايح عليها، بغض النظر كل اللي حواليك راحوا فين او جم منين او عملوا ايه او ما عملوش ايه في حياتهم. مالكش دعوه بيهم خالص، اهم حاجه تكون مركز في الورقه بتاعتك.